بتبدأ سورة المؤمنون بصفات جميلة للمؤمن فيها إجابة على مين هو المؤمن. المؤمن من يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خير وشره. طبعا ما فيش في قدر ربنا شر، بس الشر هنا ما غابت عنك حكمته فحسبت انه شر. سورة المؤمنون بتعرض علينا أوجه الإيمان: فعل وقول، عبادة وعقيدة، جوارح وأنفس، علشان تكاملية المشروع الإيماني. قد أفلح المؤمنون. الفلاح هو النجاح أو الفوز أو إصابة الحق. الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع هو استكانة الجوارح، القلب، العقل، العين، كل حاجة كده في هدوء، وهو أيضا التذلل لله. والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو هو الكلام فيما لا يفيد، والإعراض هو الالتفاف، يعني لا يعطوا أهمية له. والذين هم للزكاة فاعلون. بيطلعوا حق ربنا علشان بيحسوا بحاجة غيرهم، بينسبوا سعة الرزق لله وعارفين إن هو الرزاق صاحب النعم. والذين هم لفروجهم حافظون. من الزنا وأي ممارسات خاطئة، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الموضوع يعني ما فيهوش تقدير ولا حرمان، بس يحصل مع الشخص الصح. فأولئك هم العادون، يعني بيتعدوا على حقوق الناس وبيتعدوا على حق الله في حفظ الأعراض والأنساب. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الإنسان الأمين بيكون أمين في كل حاجة، في العهد أمين، في المال أمين، في العرض أمين. والذين هم على صلواتهم يحافظون، على ميقاتها وأركانها وشروطها وعلى خشوعها. أولئك هم الوارثون. الميراث هو انتقال الملكية، هم فيها خالدون. الفردوس هو من أعلى درجات الجنة، وكل واحد مننا عنده مقعدين أو منزلين، واحد في الجنة وواحد في النار. المنزل اللي هيأسسه ويكبره في الدنيا هو ده اللي هياخده في الآخرة. يعني احنا لو بنينا منزلنا في الجنة بالصدقات، بالذكر، بالعمل الصالح، خلاص هيتكتب لنا إن شاء الله. وخلي بالنا لا يدخل أحد الجنة بعمله، ده فضل ربنا. الخلود هو استمرارية الحياة بلا موت، وبيكون في الجنة بلا مرض ولا هرم، ما بنكبرش في السن، بلا أي مناقصات، لا تعب ولا حر ولا عطش. تخيلي يكون ده ميراثك، اللهم ارزقنا يا رب وجعلنا منه. في نص السورة بالتحديد من أول الآية 57 في تكملة لصفات المؤمنون، ولكن جت في سورة أعمال قلبية: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الخشية هي الخوف من الله، اللي بيكون فيه تعظيم وهيبة، يعني خايفة من الله لأنك بتحبيه، وتصل إلى الإشفاق. لما تتطور بقى مشاعر الخوف دي بتصل إلى محبة الله، يعني الخوف برحمة وإحسان وعطف. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. الآيات في كتابه والآيات الكونية زي الشمس والقمر والبحر. والذين هم بربهم لا يشركون. الشرك أكبر وهو الكفر، وأصغر وهو الرياء والسمعة، يعني أعمل حاجة حلوة لأتلقى المدح، أو ما أعملش حاجة صح لمخافة الذنب، ده برضو خطأ. المفروض ما أشوفش الناس في أفعالي. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، من أفعال الخير. وقلوبهم وجلة يعني خايفين، أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. المسارعة والمبادرة على فعل الخير، احنا بنعمل كده لما بنصدق ونعتقد من قلبنا إن فعل الخير له أثر طيب في حياتنا.